رجعتنا الاستاذه خلاص. الصحافه التلفزيونيه مثلت تهديد للصحافه المكتوبه، صحيح زي ما قلتي في الجزء اللي فات، انه بتشاوري لي ليه في ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول لك ان هم بيجيبوا ادق التفاصيل. يعني حتى وانت بتقرا ما بتشوفش الصوره قدامك متحركه زي ما هم بيجيبوها. فاصبحت دلوقتي تعمل سويتش اون، تفتح التلفزيون بتاعك وتجيب القناه اللي بتجيب الاخبار دي، اللي سواء كانت فضائيه او مش فضائيه، وتتفرج على كل اللي حصل طول النهار. يعني انت مع الافكار اللي بتعتبر انه الصحفي ما بقاش بس صحفي يكتب، يعني ممكن يكون صحفي تلفزيوني وممكن يكون صحفي الكتروني، ما هم كل بتوع الفضائيات والالكترونيات زملائنا، واللي بيعملوا الاعداد كلهم زملائنا بيعملوا اعداد في الفضائيات. ده اثر قد ايه على بيهدد قد ايه الصحافه المكتوبه؟ والله انا زي ما بقول لك، انت علاقتك بالورقه والقلم ولا بالكمبيوتر؟ لا، انا علاقتي بالورقه والقلم. احساسك ايه بالورقه والقلم؟ عشق. لو سبت الورقه والقلم ما اعرفش. وبعدين انا مش عارفه لحد دلوقتي اتوائم لا مع كمبيوتر ولا مع انترنت ولا مع حاجه. مفيش شاتنج كده ولا بتاع لا لا لا، ولا فيسبوك ولا مش عارفه لدرجه ان احفادي بيقولوا عليا ان انا متخلفه. لا لا لا، اعوذ بالله والله. لا لا. لان هم يقعدوا يعملوا الحاجات دي والكلام ده ويجوا يعلموني ما فيش فايده، ما فيش خالص. لحد ما الواد قال مش نافعه دي، ندها لبنتي الدكتوره الكبيره، قال لها امك دي غبيه مش فاهمه حاجه خالص، وقرفتني ومش عايزه تتعلم خالص. تفتكري انه يعني الصحفيين القدام كانوا دايما يقولوا انه علاقه القلم بالورق بتخلي الافكار اكثر انسيابا؟ انا ما اعرفش اركز الا وانا ماسكه القلم والورقه وقاعده على مكتبي. على مكتبي هو العجوز القديم ده، بستجمع. بس ما اكذبش عليك، اكون قبل كده مفكره انا عايزه اعمل ايه. اكون سهرانه لي ليله بتاع، وانا قبليها بيوم عايزه اشوف الجمعه دي ايه، الناس بتتكلم على ايه، ده ايه ده ايه، هكتب ايه، اقول ايه، انا رايي ايه فيما حدث. يعني الرئيس الراحل انور السادات، قولي لي اعترض يعني على انك تشتغلي في الصحافه، اعترض على موضوع كتبتيه، تعليقه كان ايه على ادائك؟ يعني ده هو اللي قدمني. انت عارف بعد ما طلع من السجن اشتغل في دار الهلال وكتب سلسله اسمها 30 شهر في السجن. وبعدين لما لقى شويه حاجات من اللي انا كاتباها انبسط يعني منها، قال الله طب كويس والله برافو عليك. انا كنت لسه منتسبه في سنه اولى اداب، قسم اجتماع كمان، مش لالوش دعوه ولا بصحافه ولا حاجه. اللي رضوا بالانتساب هو ده، كان في جامعه عين شمس جنب بيتنا في كوبري القبه. بعتني بقى بتوصيه لهم، يعني قال امتحنوها، اذا نفعت خدوها، ما نفعتش اطردوها، بالحرف كده. ونفعتي؟ نفعتي الحمد لله. اجتهدت يا محمد، لان كنت بعمل كذا حاجه في وقت واحد. كنت يعني متجوزه وانا صغير 15 سنه. اتجوزت 15 سنه؟ والله صغير قوي. وبخلف وبذاكر ومبتديه اشتغل، بس ما كانش يعني ايه الشغل يعني عامله تركيز فيه قوي، لان كنت لسه بذاكر برضه طبعا. بس وكان عمك بقى عبد الحليم نويره الله يرحمه، الله يرحمه، فنان بقى ملوش دعوه بعيال ولا ببيت ولا بحاجه. كنت بتحب النغم بقى معاه، تقعدوا بقى كده ونغم واجواء يعني ولا ايه؟ لا 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 لا، مفيش. هو شغال نغم وانت كتابه. هو اوضته فيها البيانو وفيها العود ويطلع اي الانغام وهو قافل، محدش يقدر هو يخبط على الباب من بره. يعني يخبط على الباب كده وهو جوه يخبط لك، يقول مش ليا، لاي حد في البيت. لو ما خبطلكيش طول بالك محمد، طول بالك، عايز فنجان قهوه. ما انت بتتوهيني فبلحقك. عايز فنجان قهوه. لا القهوه تاخد له، محدش يخش خالص.
لانه بيشتغل بالنوت والبتاع حاجات دهيت انت واضح ان معلوماتك الموسيقيه مش قد كده. لا ازاي بقى تقولي نوت بقى وبتاع وحاجات يعني؟ لا انا ما اعرفش اقرا نوت، انا هكذب عليك. انما اسمع كويس قوي. ودنك بقى موسيقيه. وبعدين هو له الفضل، هو والريس السادات، ان انا اسمع موسيقى كلاسيكيه. هو والريس السادات كانوا الاثنين يحبوا المزيكا الكلاسيك. فكان وبعدين الريس كان ذواقه بقى في المزيكا الكلاسيك والحاجات اللي كان يحب الحاجات دي، والله العظيم حاجه يعني، رغم انه فلاح يعني الريس السادات. بس كان يعني افق واسع جدا، ويحب الحاجات الحلوه كان يحبها، الرقيه. طلعت انا بقى احب الحاجات دي.